ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل النايتي اللي بنشتريه من بره بكل سهولة. الولاد الصغيرين كده ياخدوه معاهم المدرسة، والولاد الكبار اللي زي حالتنا كده ناكله كده جنب كوباية قهوة. بيكون طعمه رهيب بجد، لازم تجربوه. لو اول مرة تشوفوني انا مي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك، ولو لسه مشتركتوش اشتركوا. ويلا نبتدي. بمقادير بسيطة كده هنطلع كمية حلوة كده. هنحتاج الأول بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة، وعليها كمان كيسين فانيليا، وهحتاج كمان كوباية سكر. بالنسبة بقى لكوباية السكر، يعني انتوا لو ما بتحبوش الحاجة مسكرة قوي ممكن نقلل يعني السكر، نخليه نص كوباية سكر. هنضربه ضربة كده، يعني ان احنا ندوب السكر. ممكن نستبدل الخطوة ديت خالص، نحطها في الخلاط. انا بعمله في الخلاط برضو بيطلع حلو جدا. وكمان هحتاج كوباية زيت ذرة، زيت نوعية كويسة عشان ريحة الكيك بتاعنا ما يبقاش ريحته مش كويسة يعني. وهحتاج كمان كوباية مية. كوباية المية ممكن نستبدلها بكوباية لبن، بس يعني هو مش هيقول حاجة لو حطينا كوباية المية. وهحتاج كمان معلقة خل. معلقة الخل ديت بتخليه مثلا يعني زي محسن كده للكيك او للمعجنات، اي حاجة بتحط لها خل تديله هشاشة حلوة كده. وكمان هحتاج 3 كوبايات دقيق، عليهم كيس بيكنج باودر كبير كده اللي هو 16 جرام. انخل بقى الدقيق على مرتين، يعني انا نخلته مره قبل ما اصور، وحالا بنخله للمره التانية، لان احنا حاطين بيضه واحده، والبيض زي ما انتوا عارفين انه البيض بيبقى يديله هشاشه كده حلوه. لكن عشان احنا مستعملين بيضه واحده، فاحنا على قد ما نقدر ان احنا ننخل مثلا من 2 ل3 مرات. الدقيق ننخله من 3 مرات. نخلص الكمية دي كلها، نحط شوية ونقلب، ونحط شوية ونقلب لحد ما نخلص. لو احتاجنا شوية مية، بما ان دي عن دي بيختلف، عادي بنحط كمان يعني معلقة بمعلقة كده لحد ما نشوف قوام الكيك معايا عامل ازاي. انا هنا احتاجت الكمية كلها 1.5 كوباية مية او لبن زي ما تحبي، بس هو مش هيقول حاجة زي ما انا قلت لكم. اللبن يعني عادي. واحنا شغالين في الكيك، قبل ما نبدأ خالص نقوم مشغلين الفرن على درجة حرارة 180، الرف الوسطاني ومن تحت. وكده بقى خلصنا الكيك بتاعنا، وشوفوا قوام الكيك يعني بالشكل ده، يعني لا سايل ولا تقيل، مظبوط كده يعني حلو. نبدأ بقى كمان نجيب الصاج بتاعي 30 في 40. 30 في 40، يعني انا هقسهولكوا بالظبط واكتبهولكم المقاسات في صندوق الوصف. تمام، والمقادير برضو بتبقى مكتوبة في صندوق الوصف. ابدأ ان انا اوزع بقى الخليط بتاعي كلته في الصاج كده، محطوط فيه ورقة زبدة، اوزعها كويس جدا. وبعدين بقى ندخله الفرن زي ما انا قلت لكم على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. بعد ما فردت الخليط كويس جدا في القالب كده، ابدأ ان انا اهزه كده عشان يعني يكون كله بسوى واحد، ويطلع الكيك بسوى واحد، مفيش حتة اعلى من التانية وكده يعني. بعد نص ساعة طلعته كده من الفرن، اسيبه افكه بس من الجوانب اللي هي مش واصل لها ورقة الزبدة، واسيبه يبرد شوية، وبعدين نبدأ ان احنا نقلبه. بعد ما هدي شوية بدأت ان انا اقلبه كده على اي حاجة تكون بحجم الصينية او القالب اللي احنا مستعملينه. بس نكون بقى واحنا بنفرد ورقة الزبدة نفردها كويس جدا، عشان ما تعملش العملة اللي هي عملتها ديت. يعني انا ما كنتش فردة كويس قوي، بما انه كانوا 2 ورقتين زبدة فوق بعض، فما كانوش مفرودين كويس قوي. فحصل اللي حصل ده، وطلعت عملت خرابيش كده. ماشي، بس عادي يعني الحتة دي احنا مش هتبقى هي اللي جوه، يعني مش هتبقى باين. الحتة اللي شكلها حلو هي اللي هتبقى باين. ابدأ ان انا اقسمها نصين بالظبط، وابدأ ان انا احطهم فوق بعض كده بقى، واغطيها بالكيس كده، واركنها شوية تهدى خالص، وبعدين بقى نبدأ ان احنا نزينها. بعد ما بردت كده انا سبتها حوالي من ساعة لساعتين كده على ما خلصت اللي ورايا. ابدأ ان انا ازينها بقى.
بالنسبة بقى للتزيين الحشوة زي ما انتوا تحبوا، انا هنا حطيت نوتيلا، ممكن تحطوا مربى او ممكن تحطوا كريمة، بس الكريمة مش هينفع يعني الولاد ياخدوها معاهم المدرسة او الحضانة عشان الكريمة هتسيح وهتبهدل الدنيا، لكن النوتيلا بتبقى ماسكة نفسها كده والمربى برضو بتبقى ماسكة نفسها. ابدا ان انا افرد النوتيلا كده فردة رفيعة مش تقيلة قوي، عشان الكيك يعني النايتايه ما تبقيش مسكرة قوي، لان انا هنغلفها من بره بالشوكولاتة. بعد ما فردتها بقى اجيب الطبقة التانية واحطها كده واسويها واظبطها كده عشان ما تتزحلقش، وابدا ان انا اسويها من الجوانب عشان تكون قطعة النايتي بتاعتنا متساوية مظبوط جدا وشكلها حلو ولذيذ كده. طبعا القطع الصغنونة دي ما بتروحش الولاد بياكلوها، ويمكن احنا اللي بناكلها قبل الولاد. بعد ما سبتها تسود بقى من الجوانب كده، يعني سويتها من الجوانب، ابدا ان انا اغطيها كده وادخلها بقى التلاجة ساعتين كده ولا ساعة، عشان النوتيلا تجمد شوية، عشان واحنا بنقطع بقى واحنا بنزين كمان ما تجريش مننا كده، بما ان النوتيلا هتبقى سايحة، لا احنا عايزين نجمدها شوية عشان واحنا بنزين ما تزحلقش مننا كده وتجري. نبدأ بقى نقطعها على الحجم اللي انتوا حابينه. انا هنا قطعتها الاول 3، وبعدين قطعت كل جزء 3 برضه، بس بعدين لقيت ان قطعة النايتي كبيرة جبارة كده، فحاولت ان انا اقطعها صغننين كده عشان الولاد كده. شوفوا بقى قد ايه شكله جامد جدا وتحفة، شكله رهيب بجد، حلو قوي وطعمه حلو قوي كمان، وانا متأكدة كويس جدا ان انتوا هتقوموا تجربوه عشان الولاد كده ياخدوا قطعة كده معاهم المدرسة او الحضانة، تبقى شكلها حلو قوي. نبدأ بقى نقطعه كده قطع صغيرة زي ما قلت لكم، عشان لقيت ان الحجم كبير قوي. بعد ما قطعته بقى وبقى شكله جميل كده، اجيب بقى الشوكولاته بتاعتنا اي نوع انتوا تحبوه اللي هي القوالب ديت، ونبدا ان احنا نسخنها في الميكرويف، نسيحها في الميكرويف، تاخد من معلقه زيت كبيره كده او معلقتين، ونبدا ان احنا بكل سهوله جدا هنشيل الواحده كده نحطها على الشوكه زي ما انتوا شايفين، ونبدا بالمعلقه نبدا نحط كده من الجوانب بقى ونغرقها شوكولاته. لا، ما هي معلقه الزيت اصلا بتخلي ان كميه يعني الشوكولاته سايله قوي قوي، عشان ما تبقيش عامله يعني كميه الشوكولاته فوق الكيك تبقى كبيره. اسيبها تهدى شويه، يعني اول ما انزلها سيبها تتعمل شويه، تنزل كل الزوايد بتاعتها من الشوكولاته يعني، وابدا ان انا اشدها الشده دي عشان الكيك، يعني الشوكولاته لما تنزل هتبقى عامله كده مطرح ان هي نازله كده تبقى شكلها مش لذيذ ومش حلو. وكمان لما نسحب السحبه دي الشوكولاته بتتغلف الكيك، يعني بتغلف الكيك من تحت، يعني الخطوه دي مهمه قوي. طبعا احنا بهدلنا البتاع بس مش مهم، يعني منظر هنا شكله مش لذيذ خالص، بس مش مهم. في الاخر يعني بيطلع نتيجة تحفة جدا وشكل حلو قوي زي اللي احنا بنشتريه، يمكن احسن، والله يمكن احسن. احنا مطلعين قطعة النيطية قد كده، لا احنا بنشتريها قد كده صغنونة قوي من بره. نخلص الكمية بتاعتي كلها، بعدين نسيبها بقى في التلاجة شوية، وبعدين اكون مجهزة شوكولاتة بيضة برضك، وابدا ان انا اعمل خطوط لذيذه وشكلها عسول كده. شفتوا يعني اصلا الصغنون كده، قطع الصغنون شكلها لذيذ قوي احسن من الكبيره. بعد ما طلعت من التلاجة بقى ابدا ان انا اسيح شوكولاته بيضه كده واعمل خطوط بقى شكلها حلو قوي كده. ممكن عادي ما نعملش الخطوط دي، بس هي بتبقى شكلها لذيذ وجميل كده زي ما انتوا شايفين. اول ما نحط الشوكولاته البيضه هي هتمسك على طول، اصلا بما ان الشوكولاته اللي يعني قطعه الكيك طالعه من التلاجة فتمسك معانا بسرعه. شوفوا بقى قد ايه ان الكيك قطعه النيطايه كده جامده، شكلها حلو وطعمها احلى وفظيعه بجد، وطلعت معانا كميه حلوه، يعني هتقضينا كام يوم كده للولاد، ده لو قعدت يعني في التلاجة.
الكيك تحفة جدا وحلوة قوي، والكيكاية كده طرية من جوه وحلوة، وكمية الشوكولاتة حلوة والنوتيلا حلوة، يعني كلها على بعضها كده جامدة وحلوة قوي. اكيد يعني ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس كمان عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم في فيديو تاني، وباي باي.